القرش الأبيض في تونس. هز خيتك يا صبر، هز خيتك. تخيل روحك نهار تصطاد على الفلوكة ويعرضك الكائن هذا يعوم بحذاك. هذا شنيا صار نهارين التالي، وبالضبط نهار 4 جانفي 2025. صياد في صفاقس يعرضوا قرش أبيض بطول 5 أمتار تقريبا، ما شاء الله ما شاء الله. واللي هي تعتبر حاجة نادرة في بحرنا. معناها الواحد سيف السنة لازم يرد باله كي يعوم. ركزوا معايا لهنا، القرش شنيا عنده في ظهره. حسب ما هو ظاهر هذاك حبل متاع فلايك ولا شباك وحلين فيه، وهذه تعتبر كارثة خاطر برشا كائنات بحرية تعاني من الزبلة اللي طيشوا فيها العباد. راكم تقولوا يستاهل خاطره قرش، أما ماله إلا حيوان ذكي ونادر كيما صارت عليه تنجم تصير على لي دوفان ولا لي بالين اللي موجودين في بحرنا. يقول القائل كيفاش تخلى هالوحيد لبحرنا. النوع متاع القروش هذا من أقوى المفترسات متاع المحيط، وما يوصل يجي لنا كان يلوج على الماكلة. وتونس بالطبيعة معروفة بأنه الطن وهو يهاجر يتعدى بحثنا بأعداد مهولة. مادام فما طن في بحرنا، مادام هذا يجذب المفترسات الكبيرة. هذا زاد يدل أنه النظام البيئي متاعنا في تونس متوازن، عنا الطن وعنا زاد المفترسات متاعه. وانتي كان نهار يعرضك قرش في البحر شنية تعمل؟